إخواني السلام عليكم ورحمة الله. تبنت جبهة البوليزاريو الإرهابية المدعومة من قبل الجيش الجزائري في بلاغ لها مساء اليوم الأحد 29 يوليوز الجاري الهجوم الصاروخي الذي ضرب مدينة السمارة خلال الساعات الأولى من يومه الأحد. واعترفت الجبهة الإرهابية في بلاغها بقصف مدينة السمارة، مما أودى بحياة شاب وإصابة 3 آخرين، 2 منهم في حالة حرجة تم نقلهم على وجه السرعة إلى مدينة العيون لتلقي العلاج اللازم. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون قد أعلن في بلاغ صدر اليوم الأحد أنه تم تكليف الشرطة القضائية المختصة بإجراء تحقيق قضائي بعد وفاة شخص وإحالة الجثة إلى المستشفى، إصابة 3 آخرين إثر قصف مقذوف استهدف أحياء مدينة السمارة. وبحسب ذات البلاغ فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون كلف فريق التحقيق بإجراء الخبرة الفنية اللازمة لتحديد مصدر وطبيعة المقذوفات التي تسببت في مقتل شخص والمصابين، وتم نقل 3 آخرين بينهم 2 في حالة حرجة إلى مستشفى العيون لتلقي العلاج اللازم. وبتبني الجبهة الإرهابية المدعومة من الجيش الجزائري الهجوم الصاروخي على مدني عزل بمدينة السمارة، تكون البوليزاريو قد أصبحت بشكل رسمي منظمة إرهابية تهدد أمن واستقرار المغرب والمحيط الإقليمي، وهو ما سبق وأن حذرت منه المملكة المغربية في أكثر من مناسبة بعد ثبوت وجود علاقات وطيدة بين الجبهة الإرهابية للبوليزاريو وتنظيمات جهادية بمنطقة الساحل والصحراء، علاوة على العلاقات التي تجمع البوليزاريو بميليشيات حزب الله والحرس الثوري الإيراني التي تقدم لها الدعم على مستوى التدريب والتسليح. شكرا على المتابعة.